السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم اعني على ذكرك وشكر حسنك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم امين امين يا رب العالمين. مساكم فل، مساكم سعادة. قلت بقى كده ايه، اخدكم معايا جولة واحنا ماشيين في الشارع. عربية ربع نقل بتاعت الشغل. قلت ايه، اخدكم فسحة كده معايا جميلة، اوريكم الشوارع بتاعة القاهرة، اوريكم شوارع القاهرة. احنا طبعا هنخرج من التجمع نطلع على الزهراء، هوريكم بقى الشارع واحنا ماشيين. ربنا يعين كل من كان على حاله. الناس واخدة الشكل بالظاهر، وللأسف الشديد المفروض البني آدم ما ياخدش بالمظاهر، لأن المظاهر خداعة، أحيانا بتخدعنا في ناس كتير. ممكن الناس تقول ده ما انا قاعدة في حتة حلوة، ده ما انا مش عارف ايه. اللي باصص لي في رزقي وباصص لي في عيشتي وباصص لي في حياتي يجي ياخدها، يتفضل مشكورا. يجي ياخدها ويدوقها بحلوها بمرها. اما بقى بالنسبة للي بيقولي انت بتاخدي وما بتاخديش، اولا الرواتب في مصر معروفة. الحد الادنى اللي هو للناس اللي هي العالية خالص، الحد الادنى ليها 6000 و7000. طبعا احنا ما بنوصلش للرنج ده، ما بنوصلوش نهائي. لو كملنا الخمسة ولا الاربعة ونص يبقى كرم من عند الله. وطبعا يعني ما بنتلمش برضو عليهم. اللي باصص لي في رزقي وباصص لي في عيشتي وباصص لي في حياتي يجي ياخدها، يتفضل يشيلها بحلوها وبمرها. يعني انا مش هقول غير يعني ربنا يرزق كل من كان برزق اهل بيته يا رب، اللهم امين. انا قلت بقى ايه، طلعكم على الكوبري الجديد ده يا حبايب قلبي. الكوبري ده اللي بيودينا لاكاديميه الشرطه. اكاديميه الشرطه دي يا حبايبي اللي ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا ويرزقكم ويبقوا عيالنا ان شاء الله في الكليه الحربيه، في الكليه الجميله، في اكاديميه الشرطه الجميله اللي بيطلعوا منها عيال تفرح، بتكون متربيه، عيال بيكون فعلا اهاليهم تعبانين وصارفين عليهم مبالغ علشان خاطر يبقوا في المكانة دي. اليوم اللي بيبقى الشارع ده كله واقف ومليان وزحمة، اليوم ده بيكون فيه الأكاديمية يا إما داخلين من الأجازة يا إما طالعين أجازة. بتبص تلاقي الأهالي بكل فرحة وحب بيقعدوا يبصوا في عيالهم عشان داخلين الأكاديمية. هنا ده من قاعة النخيل. هنا ده آه، ده يا حبايب قلبي اميرالد، مكان كده كله كافيهات من فوق، سوبر ماركت اللولا هوت من تحت موجود واخد المساحة كلها. جالي وقت من الاوقات كنت عاملة فيه انترفيو قبل ما اشتغل في المدرسة خالص خالص خالص، علشان اشتغل فيه كاشير. بس لقيت ان عدد الساعات كان بتاعه طويلة، في نفس الوقت كله انا قاعدة على السيستم، فكان هيبقى بالنسبة لي انا بدوخ بسرعة لما بركز وقت طويل خالص في الشاشة بتاعة الكمبيوتر. كانت هتبقى صعبة بالنسبة لي جدا. انا خدتكم بقى جولة جميلة كده معايا عشان اوريكم. ده سور اكاديمية الشرطة، واحنا ماشيين طبعا هنطلع على كوبري الزهراء. المسافة بين الزهراء مدينة نصر والتجمع مش كتير. اللي باصص في حياة حد ربنا يدي كل واحد على قد نيته، ربنا يدي كل واحد على قد ما هو بيفكر في التاني ازاي. فطبعا ربنا اذا حب عبدا ابتلاه، مش اذا حب عبدا عافاه. لا الحمد لله، انا راضية بكل شيء ربنا مديهولي. لو الواحد لو الواحد دنيته وراتبه كبير كده زي ما الناس عمالة تهول عليه، سبحان الله سبحان الله، كان الواحد ما اشتغلش شغلانتين. انا طول عمري كنت بشتغل شغلانتين على ولادي، ولحد ما ولدت عمر علشان خاطر كنت خلاص يعني ربنا اللي عالم بيا، قعدت الشهر الاخير بس كنت بشتغل شغلانتين. اما بقى للناس اللي قاعده يعني بيكلموا كلام من واقع نظرهم او من وجهة نظرهم، فانا ايه الكلاب تعوى والقافلة تسير. بالنسبة لي لا يهمني اي شيء ولا في دماغي خالص.
نرجع تاني لمرجوعنا. ده كوبري الزهراء بقى يا حبايب قلبي، وننزل بقى كده على الزهراء. عندكم هنا مساكن جديدة بتاعت الدكاترة، أسعارها ما شاء الله حلوة، ملك يعني تتباع بس للدكاترة والمهندسين فقط لا غير، يعني الفئة معينة. ما مش أي فئة كده بتخش تشتري، يعني اللي على اليمين اللي احنا جايين لها دي، اللي على الشمال ديت تبع الحكومة. واحنا الكباري دي كلها لسه جديدة على فكرة، يعني ما كانش فيه الكباري دي زمان، وكانت الدنيا متأزمة، وكان هنا المكان ده بيبقى زحمة. بس دايما المكان ده بيبقى ماشي بالراحة شوية عن أي مكان تاني، علشان خاطر في تكدس شوية في الأعداد، يعني الإبراج كبيرة، كل برج 12 دور، كل دور بيبقى فيه بالاربع شقق بالخمس شقق ما شاء الله، يعني الابراج كبيره ما شاء الله، فبيبقى زحمه. انا كنت قاعده هنا الاول، كنت ساكنه هنا الاول، اول ما اتجوزت كنت ساكنه هنا. بس كانوا عيالي بقى متبهدلين في المواصلات، وكل شويه يروحوا وييجوا من الزهراء للتجمع عشان الدروس والمدرسه. لما لقيت عيالي متبهدلين كده قلت لا، اما اساعد في الايجار انا وهو احسن ما عيالي يفضلوا متبهدلين كده الزهراء والتجمع عشان المدرسة والدروس. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا حتى يرضينا، ويرضيكم حتى يرزقكم، وربنا يرضينا برضا من عنده يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الرواتب معروفة في مصر هي كام، والبني آدم طول عمره بيفضل يشقى ويتعب ويفضل زي ما هو محلك سر، لا بيترقى ولا بيطلع يمين ولا بيطلع شمال. والقطاع الخاص كل الناس عارفة ان القطاع الخاص لما بتترمي في الشارع خلاص بالسلامة، سمعني بودعك. هنا عندكم ده السيد مكاوي، الناحية دي بتاع العربيات، ان شاء الله ما يبقى معاكم فلوس هوديكوا تجيبوا عربية. ربنا يرزق كل من كان برزق أهل بيته يا رب، ويفرحكم جميعا اللهم آمين يا رب العالمين، ويرزقنا حتى يرضينا اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونشكره في كل وقت وحين، دايما نقول الحمد لله في زي ما فيش. أما بقى بالنسبة للناس اللي بتقول راتبك ومش راتبك وقاعدين يعدوا على أم هنا، اللي يبصلي في عيشتي ويبصلي في حياتي يجي ياخدها كما هي، والله هحطها لكم على طبق من فضة، والله طبق من فضة واديها لكم واقول لكم اتفضلوا حياتي خدوها اشبعوا بيها. الحمد لله الحمد لله، عمر الواحد ما بص في حياة حد نهائي، ولا قال لحد انت عندك ولا معاك ولا فيك ولا اديت ولا عملت ولا سويت، غير ناس معينين اللي هم كانوا آه آه على اليوتيوب. لكن انا في طبيعتي في حياتي في جيراني الناس اللي جنبي قرايبي الكلام ده الحمد لله، عمر الواحد الحمد لله ما بص لأي حد في عيشته. بيتك كده يا حبايب قلبي، ان شاء الله هاخدكوا جولة في بيتك كده قريب بإذن الله، عشان عندي مفاجأة حلوة لهنونة الأمورة العسولة ان شاء الله بإذن الله. نفرح هنا العسل القمر عشان نكيد الأعادي، نكيد الأعادي، ورزقكم في السماء وما توعدون. لو ربنا رزق راضي يرزق حد هيرزق الدودة في الحجر، لو ربنا عايز يرزق حد هيرزقه، لو عايز يدي الدودة في الحجر بتاكل وبتشرب، ربنا بيديها أكلها وبيديها وبتفضل عايشة في الحجر. ورزقكم في السماء وما توعدون، الرزق على الرب مش على العبد، لو الرزق على العبد كان قطعه من زمان وكان ساب الناس تموت من قلة الأكل، لكن رزقي ورزق عيالي على الرب العالمين سبحانه وتعالى، مفيش غيره وبس، ربنا سبحانه وتعالى وبس. اما لو حد تاني مفكر ان انا رزق عليه، فانا رزقي على رب العباد فقط لا غير. ربنا مش هينسى عيالي، الحمد لله نحمد ربنا. تعالي هنا صبح عليهم. صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وعاملين ايه، طمنوني عليكم في الكومنتات جماعة. يا رب يعني كل واحد يا ريت يا ريت يخليه في حاله، ملهوش دعوة بحياة الناس ولا ليه دعوة بالناس بتعمل ايه، واحنا الحمد لله راضيين بعيشتنا والحمد لله على كل شيء والرزق ده بتاع ربنا والحمد لله. ربنا ما بيأخرش حاجة والله غير لما يبقى عين أحسن منها ويعوضنا خيرا منها، الحمد لله.
حلو قوي ان انت تكون عايش في حياتك راضي، راضي باللي ربنا يديهولك، راضي باللي ربنا يديهولك، يبقى من جواك كده صبر وعندك قوة تحمل بالرضا، بالرضا. اللي من حب عبدا، ربنا إذا حب عبد ابتلاه، مش إذا حبه عفاه. لا، الحمد لله راضين بكل اللي ربنا يديهولنا من بلاء، أيا كان مرض، صحة، قلة رزق، دوت عادي. كل اللي يجيبه ربنا احنا راضين بيه، في السراء والضراء نحمده ونشكره، ونشكر فضله يا رب، يفرح كل الناس ويراضي كل الناس. هنا احنا داخلين بقى الزهراء اهوت يا حبايب قلبي، دي مساكن الضباط، مساكن الضباط. طبعا كانت زمان بتتسلم للضباط، لكن معظم الضباط سابوها بعد ما الزهراء بقت كلها ابراج كده بالشكل ده. هتشوفوا معايا دلوقتي. انا كده كده هقفل الكاميرا وارجع افتحها تاني اوريكم البنجلاديش والسودانيين والناس اللي هم السمر ذات البشرة السمراء دول. هم يعني قاعدين كتير جدا جوه في الزهراء عند الأبراج، يعني قاعدين ساكنين كتير جدا بطريقة اوفر. ودي حاجة من الحاجات اللي انا مشيت بسببها برضو من الزهراء، مش بس عيالي، لا، ان في زحمة اوفر، وفي ناس يعني كتير انا ما شفتهمش قبل كده او ما اعرفهمش، يعني ناس بلاد تانية غيرنا خالص. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، دخلنا بقى شوارع الزهراء زي ما انتوا شايفين كده. دي الابراج بقى يا حبايب قلبي، ودي شوارع الزهراء، تحس ان انا في البلد بقى. والله حاسه ان انا في البلد. انا طبعا مش هطول عليكم علشان خاطر يعني ما تملوش مني. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي تحت في الكومنتات، ويدعي لي دعوه حلوه ليا ولبناتي القطاقيط الامامير العساسيل، ودايما وراء كل ناجح سفهاء. ربنا يسترنا ويستركم جميعا يا رب، اللهم امين. الرزق على رب العباد مش على العبد، الله رب العباد. الشوارع ضيقه وراكنين فيها عربيات ازاي مش عارفه. زي ما انتوا شايفين بقى كده، احنا هنخش الشارع دوت علشان خاطر الشقه يعني بتاعت قرايبنا اللي احنا رايحين لهم في الشارع ده. هتشوفوا السمر بقى دلوقتي اللي هم البنجلاديش عاملين هنا